كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت العيد، اللي هو مش للعيد بس، احنا ممكن نعمله طول السنة بوصفة بقى مميزة جدا على طريقة ماما، وهيكون من غير بيض او زبدة او لبن. فدي فعلا وصفة مميزة جدا جدا محدش عملها قبل كده. وطبعا عايزة اقولكم ان طعمه خطير قوي، فعلا بسكوت تحفة جدا. فيلا بقى نبدأ وصفتنا. اول حاجة هنحتاجوها كيلو من السكر وعليهم مغرفة كبيرة من السمنة. ودي كده مقادير 3 كيلو. طبعا احنا بنعمل 3 كيلو على بعض كده، ان فعلا البسكوت بيتاكل بسرعة كده وبيخلص، فهو الكمية دي حلوة جدا. وعشان البسكوت بيبقى خفيف كده، فاكتر حاجة بتتاكل هي البسكوت، فال3 كيلو مناسبين جدا. ولو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. دلوقتي احنا حطينا مغرفة السمنة، وهنجيب دلوقتي المضرب الكهرباء او العجان او اي حاجة. مضرب سلك مش مشكلة، بس هو يعني هيبقى متعب شوية. بس اهم حاجة ان احنا نخلطه السمنة مع السكر كويس اوي. وطبعا ما ننساش ان اول يوم العيد هيكون في لايف مهم جدا، وهو مسابقة عيدية العيد. هيبقى فيه 10 اشخاص هيكسبوا. طبعا الجايزة زي ما انا قلتلكوا قبل كده مش معروفة، لانها هتبقى عشوائية، وهتكون في بولة كده في ارقام من 10 لغاية 200. فكل واحد وحظه بقى هيطلع هيكسب ايه. لما هيكسب يعني هنسحب ورقة وهنشوف هيكسب ايه. وطبعا بعد ما نخلص الخلط بقى بتاع السمنة والسكر، هنبتدي دلوقتي نحط كيلو من الزيت. طبعا الزيت يكون لونه فاتح، ده اهم حاجة. دلوقتي احنا حطينا ازازة كانت حوالي 750 جرام. فدلوقتي هنحط كوباية كمان 250، فكده يعتبر الكيلو الزيت. ونبتدي دلوقتي بقى بالمضرب نضرب تاني الزيت مع السكر مع السمنة. طبعا المرحلة دي بقى بتاخد لها مثلا حوالي 7 دقايق، 7 دقايق او 10 دقايق كده. فلازم ندوب السكر كويس قوي قوي قوي. وبعد ما خلاص نتأكد ان السكر داب، هنبتدي دلوقتي ننزل بالدقيق. هنحط 3 كيلو دقيق ننخلهم كده على الزيت والسكر دول، ونبدأ ان احنا بقى نشرب الدقيق بقى، المكونات دي كلها كده مع بعضها بايدينا، زي تبسيس الكحك بالظبط.
دلوقتي احنا منخلنا 2 كيلو، وهقول لكم الكيلو التالت هنعمل فيه ايه. ودلوقتي احنا منخلنا الكيلو دي هنحط عليه باكو من البيكنج باودر، ومعلقتين ممسوحين كبار كده من النشادر. ونقلب بقى كويس المكونات دي كلها مع بعض، وطبعا ما ننساش رشة الملح البسيطة. ودلوقتي هنفضي الكيلو الدقيق، وهنبدأ ان احنا نكمل تبسيس العجينة. دلوقتي بقى هنيجي لأهم تركية في بسكوت النهاردة، وأهم حاجة في الوصفة. هنجيب دلوقتي كوباية ونص من الفانتا اللي هي البرتقال، وهنبدأ ان احنا نحطهم كده ونعجن بيهم. وبعد كده هنحط نص كوباية من المية. طبعا عايزة اقول لكم فايدة ان احنا نحط الفانتا على عجينة البسكوت. هي اولا بتديله هشاشة حلوة جدا. تاني حاجة بتخليه كده مقرمش كده وحلو قوي، اللي هو يعني عارفين ان هو ما يبقاش بسكوت طري كده، لا اللي هو البسكوت اللي بيبقى ناشف ده بيبقى حلو قوي. كده احنا شربنا الكوباية من الفانتا، وهنبدأ ان احنا نشرب النص اللي فاضل، وبعد كده هنحط بقى نص كوباية مية.
وبكده نكون خلصنا مرحلة العجين، ودي كانت نتيجة العجينة. عايزة اقول لكم ان العجينة ما شاء الله كانت حلوة جدا جدا جدا. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نركب بقى المكنة بتاعة البسكوت، ونبدأ ان احنا نشكلوه. ودلوقتي بقى جبنا الصاج بتاعنا وهنبدأ ان احنا نملاه. طبعا دي مهمتي انا في البيت، ان انا اللي بقعد على المكنة وبطلع البسكوت، وماما طبعا هي اللي بتعجن وبتسويه. يعني هي برضو هي اللي بتعرف تسوي قوي. فعشان كده ايه، احنا دايما الحاجات دي بتبقى متقسمة على كذا مرحلة. كده يكون الصاج جاهز اهو معانا. هنبدأ ان احنا نسووه على درجة حرارة متوسطة. طبعا الفرن يبقى الرف بتاعه في النص. وهنبدأ دلوقتي ان احنا ندخلوه الفرن. وده كده بعد خلاص ما استوى. بجد عايزه اقول لكم ان ريحته كانت حاجه كده تحفه جدا، وطعمه كان رهيب. ففعلا الوصفه دي اديها 10 من 10 من ماما، لان فعلا الوصفه دي محدش بيعملها، لان مفيش بسكوت من غير زبده او بيض او لبن. ويطلع معانا بالنتيجه دي كمان، ففعلا كان حلو جدا جدا جدا. عاوزه اقول لكم ان الكميه دي كميه 2 كيلو تمام. عاوزه بقى اقول لكم على حاجه مهمه قوي تعملوها علشان تحافظوا على نشفان البسكوت وما يطرش منك خالص. اهم حاجه تجيبي اكياس اللبن، وتبداي انك انتي ترصي البسكوت فيها كده، وتطلعي منها الهواء وتقفلي الكيس كويس. وبكده هيقعد اطول مده ممكنه يكون لسه معاكي ناشف وما يطرش منك خالص. وبكده دي تكون وصفه النهارده. اشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.